السلام عليكم حبيباتي، مرحبا بكم في فيديو جديد. إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. فيديو اليوم هو الجزء الثاني من مشترياتي للأواني تاع شهر رمضان. مشتريات بسيطة بزاف، غير حاجات كملت بيهم واش حسيتهم ناقصيني، ورمضان مازال باقيلو غير أيام معدودة. قلت نشارككم واش شريت بالك نفيدكم. كما تشوفوا مشتريات اليوم ماشي كبيرة، ركزت على الحاجات ضرورية اللي مازال تخصصني واللي نحتاجهم يوميا وتقلل لي الخدمة في الشهر الكريم. أول حاجة شريتها هي الترامس. هذا الموديل عنده شحال وهو عجبني. شاع العام اللي فات واللي قبله كان الثمن تاعو باهظ جدا، ما قدرتش نشريه الوقت هذاك. والآن بما أنه السعر تاعو ولا مناسب، هو مازال غالي بصح في المتناول. شريته ب415 ألف. هذا الموديل بزاف هايل، عجبني. كما راكم تشوفوا بالأبيض والذهبي، بزاف بزاف باهي، أنا عجبني. هادو ترامس شريتهم نستعملهم في رمضان الكريم بإذن الله، وراح نخليهم للعيد. ثاني حاجة شريتها هي الآلة تاع العصير تاع البرتقال والليمون. هذه الآلة بزاف عملية وتساعدني في الخدمة. كنت شريتها عندي مدة، الشهر اللي فات، وما نكذبش عليكم راني استعملتهم. شحال من حاجة شريتها، قلت لكم أنا المشتريات ما نشريهمش دفعة واحدة، نشري بالحاجة كل ما يتوفروا عندي الدراهم نشري بالحاجة. واستعملتهم الآلة تاع العصير. هذا المول ثاني كان عندي من قبل وتكسر لي، عاودت رحت شريت واحد. المقلة هذه دوبل فاس شريتها ثاني الشهر اللي فات واستعملتها كما راكم تشوفوا راهي باينة مستعملة. المول كنت شريته ب75 ألف، والمقلة شريتها ب325. الرحاية ثاني اللي عندي في الدار تصدات لي، قلت نشري وحدة. جات السبة رمضان وكم تعرفوا رانا نسبوا غير باه نشريو، شريتها ب45 ألف. هذه العلب ثاني شريتهم نحطوا فيهم جلانية سينوج، كل وحدة واش تحط فيهم. شريت العلبة الواحدة ب5000. سباتول كانت تكسرت لي تاعي، فشريت هذا الموديل عجبني، درعو جايب الحطب وسيليكون يدير 20 ألف. شريت كذلك هذه البخاخة هذه القرعة تاع الزيت، شريتها في الدوغي، الثمن تاعها 15 ألف. شريت كذلك هذه السلة تاع الخبز، الثمن تاعها كان 45 ألف. هذو الأعواد تاع الشواء ما فهمتش لا واه شريتهم، لقيتهم في طريقي هزيتهم، الثمن تاعهم 5000. واكيد الطابع تاع جذع الشجره اللي راهو طوندونس شريته، راح نحاول نجرب معاكم صابلي جذع الشجره باذن الله. اخر حاجه في المشتريات تاعي هي الطابي تاع الكوزينه. كما راكم تشوفوا 3 بياس شريته ب100 ألف. عجبتني الجودة تاعو والسعر كان مناسب. 100 ألف راهو سعر مناسب مقارنة بالجودة تاعو. كنت حابة نكمل بلا ما نكثر المصاريف، لأنه رمضان معروف بكثرة المصاريف الزايدة، وإحنا لازمنا نكونوا منظمين، ماشي لازم نشريو بزاف، المهم نعرفوا واش نحتاجو بالضبط. وبالمناسبة في الفيديوهات الجاية راح نشارك معكم كرتونة رمضان كاملة، وراح تكون فيها تحضيرات نوجدها قبل رمضان تقلل علينا الخدمة والوقت. كما تعرفوا رمضان لازم نستغلوه بالعبادات، وإحنا ننسى أغلب الوقت تاعنا يضيع في الكوزينة. لهذا راح نحضر تحضيرات مسبقة باه نربح الوقت للعبادة والذكر، ما نضيعوش كامل نهارنا في الكوزينة. إذا حابين هذا النوع من الفيديوهات ما تنساوش تقولوا لي في التعليقات. نتمنى الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا منه. إذا عجبكم ديروا لايك واشتركوا في القناة، خليوا لي تعليق باه نشوف آراءكم، وقولوا لي نتوما ثاني
واش حابين تشريو لرمضان والله واش راكم تحضروا مسبقا. نخليكم في رعاية الله ونتلاقاو في فيديو جديد إن شاء الله. السلام عليكم.